السلام عليكم، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وصحة وسعادة. هنعمل مع بعض الشوريك الأصلي النهارده بالطريقة المضبوطة جدًا، جدًا، بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يالّا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا إيه. أول حاجة هتجيبي البولة اللي أنتِ هتشتغلي فيها، هتحطي فيها كوباية من الحليب الدافي، عليهم بيضتين، البيضة الأولانية هناخد البياض بتاعها بس وهنسيب الصفار، والبيضة التانية هنحطها كاملة زي ما هي. الصفار ده هنعينه للوش بس لازم تغطيه بأي حاجة علشان خاطر الصفار بتاعِك وشه ما ينشفش والصفار يروح عليكِ، لازم تغطيه كده على ما تخلّصي العجين بتاعِك وتخلّصي كل حاجة. ركنتها في جنب وبعد كده حطيت عليهم نُص كوباية من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، نُص معلقة صغيرة من الbaking powder، وبعد كده هنبتدي إن إحنا نقلّبهم كويس جدًا، جدًا لحد ما ندوّب المكونات كلّها في بعضيها. قلّبنا المكونات بتاعتنا هنكون مجهّزين في الجنب كده نُص كيلو من الدقيق، عليهم رشّة من الملح، وهتبتدي إن أنتِ تحطّيهم على العجينة بتاعتِك، وبعدين هتبتدي بقى إن أنتِ تقلّبي العجينة بتاعتِك كويس جدًا، جدًا. خلاص لمّينا العجينة بتاعتنا هنفضل إن إحنا نعجن فيها، إحنا عايزين عجينة طرية وفي نفس الوقت بتلزّق، يعني مش عايزين عجينة ماسكة نفسها النهارده، هتشوفي القوام العجينة بتاعِك هيبقى عامل إزاي دلوقتي. أديني بالمّها معاكم أهوّة، بعد كده بقى هنكون مجهّزين معانا إيه، هنكون مجهّزين معانا ده القوام الأول علشان حضرتِك تشوفيه، شايفة القوام عامل إزاي، العجينة بتلزّق، بس في نفس الوقت يعني ماسكة نفسها شوية. بعد كده هيكون معانا تِلت كوباية من الزبدة، وتكون الزبدة بتاعتِك بدرجة حرارة المطبخ، تقدري إن أنتِ تستعمليها زيت، يعني يا زبدة يا زيت، بس طبعًا الزبدة بتخلّي طعمه أحلى وأحلى. الزبدة سايحة زي ما أنتِ شايفة كده، ما تكونيش مطلّعاها من التلاجة، لأ تكون طالعة من التلاجة بقى لها فترة علشان خاطر تبقى بدرجة حرارة المطبخ اللي أنتِ بتشتغلي فيه. حطيت التِلت كوباية وبعد ما حطيتها هابتدي بقى إن أنا أعجن، أول ما بتيجي تعجني عجين وتحطي الزبدة بتاعتِك أو الزيت في الآخر بتلاقي العجينة قطّعت معاكِ، فما تخافيش وتقولي العجينة باظت، لأ، كل ما بتعجني فيها بقى كل ما العجينة بتشرب المادة الدهنية دي وبيبقى قوامها حلو أوي. فهتبتدي إن أنتِ تعجني كويس جدًا، شايفين بقى بعد ما شربت الزبدة بتاعتها بقت زي ما أنتِ شايفة كده، تفضلي بقى تلتّي فيها كده وتعجني فيها كويس جدًا حوالي 10 دقايق علشان عايزين عجينة ناعمة تحت إيدينا وإحنا بنشتغل. عايزة بقى أورّيكِ القوام بتاع العجينة هيبقى عامل إزاي، طبعًا هتغسلي إيدِك الأول وبعد كده هتبتدي إن أنتِ تشوفي العجينة عاملة إزاي. أنا هنا بإيدي اللي أنا ما غسلتهاش بالِم العجينة تمام، ما غسلتهاش أهو لسه، فبتلاقي العجين لازق فيها. لكن إيدي النضيفة باحُط إيدي في العجين، العجينة طرية وتحسّي إن هي في نفس الوقت مورّقة، يعني تحسّيها عاملة زي عجينة الفطير بالضبط، يعني طرية جدًا وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. هنبتدي بقى إن إحنا نحطّها في البولة بتاعتنا وهنسيبها بقى تخمر وبعد ما تخمر هنرجع مع بعض تاني. هتسيبيها من ساعة لساعة ونُص، طبعًا هتلاقي حجمها ما اتضاعفش أوي، ليه بقى؟ هاقول لِك ليه. هنغطّيها الأول وبعد كده هنحطّها في مكان دافي علشان خاطر تخمر، بعد ساعة ونُص بقى رجعت لكم وهنشوف قوام العجينة عامل إزاي مع بعض. ليه بقى؟ إن أنتِ بتلاقيها إن هي ما نفشتش أوي زي باقي العجين، يعني ما بتلاقيهاش طلعت أوي معاكِ لإن فيها كمية بيض كتير وفي نفس الوقت برضه بلبن، فهتلاقيها ما طلعتش معاكِ العجينة كتير، بس سيبيها تاخد راحتها خالص وبعد كده بتبتدي إن أنتِ تنزّليها بقى من البولة وبتدّيها رشّة دقيق كده علشان خاطر تقدري إن أنتِ تتحكمي فيها وأنتِ بتعملي، هي رشّة دقيق زي ما أنتِ شايفة كده بتلفّيها على العجينة كلّها، وبعد كده بتبتدي إن أنتِ تاخدي الكِوَر وتكوّريها كويس جدًا وتحطّيها في طبق، وأنتِ حاطّاها في الطبق بتغطّيها طبعًا وأنتِ شغّالة علشان وش العجينة بتاعِك ما ينشفش ويعمل قشرة معاكِ، تمام كده؟ أنا النُص كيلو دقيق ده عمل معايا 15 واحدة كبيرة، وواحدة صغنّنة كده في الآخر اتفضّلت معايا، فعملتها برضه، هاورّيكم شكلها في الآخر هتبقى عاملة إزاي. لو أنتِ هتشتغلي بالميزان، يبقى لو أنتِ هتعمليها نفس الحجم اللي أنا عاملاه، هتعملي كل كورة هتعملي كل كورة 60 جرام، والصغنّنة خالص اللي أنا هاورّيها لِك دلوقتي كانت عاملة حوالي 45 جرام، طبعًا شُفتيها اللي هي أصغر واحدة خالص، تمام كده؟ هنجيب بقى الصاج وهنا السر بقى، السر إن أنتِ تاخدي لون حلو للشوريك
في نفس الوقت ما يلزقش معاكِ، في نفس الوقت ما تلاقيهوش من تحت اتحرق. في ناس كتير بتشتكي إن هو بيتحرق منها في الصاج من تحت. بتجيبي مكعب زبدة وتبتدي إن أنتِ تدهني بيه الصاج بتاعِك اللي أنتِ هتشتغلي فيه. معلش هنا المقطع الأولاني كان محذوف، فطبعًا أنا فردتها بالسمك اللي حضرتِك شايفاه ده، وابتديت إن أنا ألفّها زي الحلزونة كده. بتلفّيها حوالين نفسها وبتيجي على آخر طرف تضغطي عليه وتثبّتيه من تحت علشان خاطر ما تفتحش بتبتدي بقى تثبّتيها زي أنا ما قُلت لِك كده، وبعدين تحطّيها في الصاج بتاعِك اللي مدهون دهنة من الزبدة. بعد كده بتبتدي إن أنتِ بقى تجيبي واحدة كده علشان خاطر المقطع اللي كان محذوف، وبتبتدي إن أنتِ تفرديها وحاولي وأنتِ بتفردي، تفردي كلّه سمك واحد، ما تخلّيش واحدة رفيّعة حتّة رفيّعة وحتّة تخينة، يعني بكَف إيديكِ كده وتبتدي إن أنتِ تبرميها لحد ما تبقى بالطول اللي حضرتِك شايفاه ده، وتلفّيها زي الحلزونة كده حوالين نفسها، تمام كده وزي الفل. بُصّي بقى كده بتجيبي الطرف الأولاني بتتنيه لجوّه، وبعدين بتبتدي إن أنتِ تلفّيها بالشكل ده، وتيجي من الآخر تضغطيها وتحطّيها تحتيها علشان خاطر وفي الخُمر وكده ما تفتحش معاكِ ويبقى شكلها وِحِش. ده الصاج الأولاني أنا خلّصته، طبعًا الصاج التاني هاعمله مع نَفْسي، أبتدي إن أنا أسيبه يخمر على ما أخلّص الصاج التاني. هنا بقى كان الصاج الأولاني خمر، برضه في الخُمر هتسيبيه حوالي ساعة وهتلاقيه برضه آمم مش نافش أوي، بس في ملحوظة هنا لازم تبعّدي المسافات ما بين بعض علشان خاطر بينفش معاكِ جامد في الفرن، يعني بيرفع معاكِ جامد في الفرن، فخلّي المسافات بعيدة خالص زي ما أنتِ شايفة كده. بتجيبي بقى صفار البيضة اللي إحنا ركناه على جنب، عليه معلقتين من اللبن أو الحليب ورشة من الفانيليا أو نقطة كده من الخل، وبتبتدي إن أنتِ تدوّبيهم وبعد كده بتعملي إيه، بتدهني الوش بتاعِك. هنا بقى معانا سُكّر خِشن. بنبتدي بقى دي حاجة اختيارية، تقدري تعمليها أو لأ، زي ما أنتِ عايزة. بتبتدي إن أنتِ تحطّي بقى على كل واحدة كده من فوق شوية صغيّرين. تبتدي إن أنتِ تحطّيها وتكوني مشغّلة بقى الفرن بتاعِك ومسخّناه كويس جدًا، وأنتِ شغّالة كده وأنتِ بتدهني قبل ما تدهني كمان، تكوني مشغّلاه وتسيبيه شغّال حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، وبعد كده بتبتدي إن أنتِ تدخّلي الصاج بتاعِك. بعد ما يطلع بقى هاقول لكم التسوية كانت عاملة إزاي، تمام كده؟ ده أول صاج طلع معايا، أول ما طلع طبعًا ما بتغطّوهوش ولا أي حاجة، شايفين هو بتراقبيه، بتحطّيه في الرف الوسطاني وبتراقبيه، يعني إيه، بتخلّي بالِك منّه لإنه بيحمَر، فيه نسبة لبن، فيه نسبة سُكّر كبيرة، فبتلاقيه خَد لون بسرعة. وأنتِ شغّالة كده بتسخّني الفرن بتاعِك على درجة حرارة 200 وبتحطّيه على الشبكة في الرف الوسطاني، وبعد كده بتبتدي إن أنتِ أول ما ياخد لون كده محمِر من تحت، بتبتدي إن أنتِ تولّعي الشواية عليه وبعدين تطلّعيه على طول. أول ما بيطلع بقى بتدهنيه بقى بشربات تقيل، معلقة عسل عليها معلقة مَيّة، في ناس بتسيّح سمنة بلدي تدهن الوش بتاعه بسمنة بلدي، يعني دي اختياري، ممكن تسيبيه على كده من غير ما تدهني وشه أي حاجة خالص وتاكليه بالسُكّر وهو مرشوش عليه كده. طعمه تحفة، 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 حلو جدًا، جدًا، طري جدًا، المقادير مضبوطة جدًا، جدًا، دي كانت الصغنّنة اللي أنا قُلت لكم عليها. كان حجمها حوالي 45 جرام، يعني لو أنتِ عايزة تعمليه صغير هتعمليه، عايزة تعمليه كبير هتعمليه. بس هنا أنا كنت عاملاها شكل غير التانيين، يعني كنت باجرّب شكل كده وطلع برضه شكلها حلو. بنبدأ بقى نفتحها كده مع بعض ونشوفها شكلها عامل إزاي، وخلّي بالِك إن هو كان لسه دافي، يعني كان لسه سخن ما كانش بِرِد كمان، لمّا بيبرد بيبقى أحلى وأحلى. شايفين قد إيه هو مورّق وهش جدًا، خلّي بالِك من كل الملاحظات اللي أنا قُلتها لِك، يعني علشان خاطر يطلع معاكِ الشريك يعني إيه، حاجة كويسة، يعني تاكلي تحسّي إن أنتِ بتاكلي حاجة كويسة كده وطعمها حلو، هو كان طعمه تحفة جدًا. طبعًا كان في كذا حد من المتابعين طلب منّي طريقة الشريك، وأنا عملتها أهوّة علشان خاطر ما نزعّلش حد، وعايزة أقول لكم لو في أي وصفة برضه عايزين نعملها مع بعض يا ريت تسيبوا لي في التعليقات وإن شاء الله نعملها مع بعضينا. وعايزة أقول لِك بقى لو أول مرّة تشوفي القناة بتاعتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس وما تنسيش تحطّي لايك للفيديو. ويا ريت تعليق من إيديكِ الحلوين. شايفين قد إيه هو واخد لون واحد، يعني كلّه واخد لون واحد،
ما شاء الله. طبعًا ما بتغطّيهوش خالص وهو طالع من الفرن، زي ما قُلت لِك أول ما بيطلع من الفرن بتبتدي إن أنتِ تدهنيه اللي أنتِ عايزاه، مش هتدهنيه ولا أي حاجة بتسيبيه، هو بيفضل طري وحلو زي ما أنتِ شايفاه كده. نفتحها بقى دي مع بعضينا كده علشان خاطر نشوفها قد إيه برضه هي مورقة وحلوة من جوّه، وقد إيه هي خفيفة جدًا، جدًا. وحاولي إن أنتِ تبعّدي المسافات ما بين كل واحدة والتانية في الصاج، وإن شاء الله هاسيب لِك المقادير كلّها في صندوق الوصف، هو سهم صغير جنب العنوان، هتضغطي عليه هتلاقي المقادير كلّها مكتوبة في صندوق الوصف. أشوفكم إن شاء الله بقى في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.